كده اشتغلت الجزء ده 10 سنتي. تمام. وهبدأ في الأسطر اللي باقية أو الجزء اللي باقي أعمل حردة الرقبة بالأكتاف أو بالحمالات بتاعة الفستان. إزاي؟ أنا هقسم. أنا عايزة الحمالة من هنا لهنا، والناحية التانية هتبقى من هنا لهنا، وهيبقى الجزئية اللي باقية دي هي الحردة بتاعة الرقبة. فأنا هعمل إيه؟ هشتغل، أدخل هنا منزلقة شغلي العادي، وأبدأ ارتفاع 1 2 3 و2 سلسلة وعمود بلفة، يعني عملت الصدفة. تمام كده. بعد كده ببدأ أشتغل 3 عمود بلفة. تمام. 1 2 3، وأبدأ أعمل الصدفة اللي عليها الدور دي، وخلاص كده. يعني أنا كده خلاص حددت مكان فتحة الرقبة والجزء بتاعي. تمام. هعمل إيه؟ هقلب الشغل كده. هدخل منزلقة في المكان ده، وأبدأ أرتفع تاني 2 3، وادي 1 2، وأبدأ أشتغل باقي الصدفة بتاعتي أهي كده. وأنا كده من جوه الشغل، يعني من الداخل، فهعمل 3 عمود بلفة بتوعي في اللوب اللي هو قدامي على طول كده من جوه. 1 2 3، وأعمل الصدفة اللي باقية اهي، عمود بلفة، ارتفاع 2 سلسلة، وعمود بلفة تاني كده. تمام. أقلب الشغل مرة كمان. منزلقة، ارتفاع 1 2 3 4 5، عمود بلفة. تمام. وانا هنا من الامام، يبقى هاخد الجزء بتاعي او ال3 عمود من ورا. هعمل سطرين تاني، وهيكون خلاص المقاس بتاعي اللي انا عايزاه اكتمل. وهقيسه دلوقتي معاكي واشوف فاضلي سطر ولا 2 بعد ما اعمل اخر صدفة. خلاص انا عملت اهو. طب تعالي كده نشوف بقى. انا كده خدي بالك من حاجة اهو. انا كده دي بداية فتحة الجيرو بتاعي. تعالي كده نقيس. يعني انا ممكن اكتفي بده. هقيس معاكي حالا. 14. انا كده تمام اهو. 1 ل 14 كده. ستوب. هقطع الفتلة بتاعتي، اعمل عقدة واقطعها، وهبدأ اعمل الجزء. انا هعد بقى هنا، هعد انا عملت كام سطر زيادة عن الجزء ده. بصي بقى، انا عملت 1 2 3. اوكي، هما 3 اسطر اهو. 1 2 3، يبقى انا هشتغل هنا 3 اسطر زيهم بالظبط. تمام. من فين لفين؟ نفس الاماكن. انا عايزه من حدود النقطه دي لدي، يعني عرض الحماله ده. اوكي، يبقى نفس حدودي هي. اقرب سنه اهو. هدخل الخيط بتاعي اهو، وابدأ اشتغل 1 2
3 4 5 وبعديها عمود بلفة كده. تمام. نفس الشغل هعمله هو 3 أسطر فقط. يعني أنا عملت معاكي دلوقتي سطر على الأمام، وبعدين هعمل سطر من الخلف، وبعدين سطر من الأمام، وآجي عشان نقطع الفتلة مع بعض، ويبقى خلصت الجزء اللي هو اللي من الأمام اهو. تمام. هكمل انا كده عملت سطر، هكمل السطرين وارجع لك عشان نعمل بقى الظهر او الخلف. كده انا اشتغلت الجزء الثاني خلاص، و كده الامام عندي خلاص تمام اهو. قصيت الخيط بتاعي تمام. تعالي بقى نشوف من ورا. من ورا اهو لسه العلامات بتاعتي تمام مكانها. انا قسمت المسافة ما بين هنا وهنا بالنص بالظبط، وحطيت الابرة بتاعتي كده عشان انا هبدأ ادخل اشتغل من هنا، عشان انا عايزة الظهر يكون مفصول جزئين عشان احط زراير، وكمان عشان الراس تدخل مرتاحة. تمام. فانا عديت وقسمت ما بين الجزء وده وده، ما بين يعني العلامتين قسمت النص بالظبط. تمام. فدخلت النص بتاعي طلع ما بين ال3 عمود بلفة، واحد من هنا وواحد من هنا، دخلت في التالت من جوه. تمام. طيب هسحب خيطي من نفس المكان القسمة اهو، لان انا هشتغل فيه الجزئين. عفوا. هبدأ ارتفع 1 2 3، وهبدأ مغيرش اي حاجة في الشغل نهائي. يعني انا هشتغل زي ما انا كده طبعا من على وش الشغل اهو. فانا هبدأ اشتغل العمود، اقرب لك اهو، واشتغل الصدفة. مش هغير اي حاجة في الشغل، وهشتغل ال3 اللي عليهم الدور لحد ما اوصل للعلامة. هشتغل كل جزء لوحده في الظهر، عشان الجزئين دول منفصلين ليهم يعني فتحة. اوكي، عشان هيتحط زراير. طيب تمام. نفس الطريقة هعملها هي اهو. انا وصلت للعلامة، هدخل هنا ارتفاع 2 اهو. يبقى انا اشتغلت من المنتصف لحد العلامة. هقلب الشغل اهو، هشتغل كده من جوه. تمام. عشان كده بقولك انا مش هعمل اي حاجة جديدة. تمام. 3 و2 ارتفاع. طيب هشتغل كده لحد، بصي ممكن بقى في المرحلة دي اعمل ايه؟ اعد عدد الاسطر اللي عملته في الامام. بصي انا مش هعيد معاكي تاني، انا كده هفضل اشتغل من جوه ومن بره. حلو. من جوه الشغل او من داخل الشغل ومن بره، سطر كده وسطر كده عشان ما اقعدش معاكي كتير. طيب يبقى انا هعمل ايه بقى؟ تعالي نشوف. انا اهو السطر اللي اشتغلته معاكي، ثواني بس اشيل الخيوط. بصي بقى انا هرتفع بعدد الاسطر دي. تعالي كده نحسب حاجة او نقول حاجة.
تعالي من اول الجزء ده هعد عدد الاسطر: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. اوكي، يبقى انا هنا من بداية ما اشتغلت، تمام، ادي اول سطر، هعمل 9 اسطر. اوكي، المفروض ان انا هعمل 9 اسطر. انا عموما هعمل 8، وفي التاسع هدي حردة بسيطة جدا في الظهر. انا كده شغالة في الظهر. عموما هشتغل 8 اسطر وارجع لك في التاسع. عايزة تعملي الحردة اللي في الظهر اوكي، مش عايزة لو مشيتيها كلها خط مستقيم زي الفل مش هتفرق. انا كده اشتغلت ال8 اسطر في الظهر، تمام. فاضل لي سطر واحد عشان ابقى 9 اسطر زي الارتفاع ده بالظبط، تمام، اللي هو من الامام. طيب هعمل ايه؟ انا ده ظهر الفستان بتاعي، وهنا هتتحط الزراير الجزء الداخلي، وهنا فتحة الباط. فانا هعمل ايه بقى في السطر الاخير اللي هو التاسع؟ همشي منزلقة، يعني أنا هنا غيرت مسار الشغل، مش هشتغل ولا ارتفع في الجزئية دي، تمام. همشي منزلقة لحد الجزئية دي، تمام، وبعد كده ارتفع ارتفاع بسيط. بمعنى آخر، بصي حضرتك، أنا هنا شغالة ايه؟ صدفة 3 عمود بلفة صدفة. انا عايزة هنا بالظبط كده صدفة 3 عمود صدفة. يبقى انا الجزء ده هيكون قد ده، وهمشي منزلقة بالجزء اللي هو الحد بالظبط هنا. تعالي نشوف ازاي هدخل. همشي منزلقة كده، تمام، في كل مكان هيقابلني بالظبط، كأني لغيت الجزء ده من الشغل. بدخل في كل مكان، تمام، اهو. خلاص كده هبدأ اشتغل العدد بتاع الارتفاع حمالة الفستان، يعني هدخل جوه هنا وابدأ 1 2 3 4 5 وعمود بلفة، وبعدين 3 عمود، وبعدين اخر حاجة الصدفة الاخيرة، وخلاص على كده، تمام. ارتفاع سلسلة، وهقص الخيط بتاعي. عفوا هزيت اهو، تمام. طيب بصي بقى، هوريكي من ورا ومن قدام عشان تتخيلي معايا. انا كده لما اجي اقفل هقفل الجزئين دول مع بعض. اعدل لك الشغل، معلش بقى الخيوط. فبقت فيه حردة بسيطة من الخلف. حلو كده، ادي الخلف وادي الامام. بصي بقى، انا هعمل نفس الشغل اللي انا عملته هو في الجزء التاني من الظهر. انا ما زلت شغالة في الظهر، انا خلصت منه جزء اهو، هو ده، وهبدأ من العلامة دي لهنا بالظبط. هدخل في نفس المكان يا جماعة، من هنا هبدأ من بره طبعا، يعني هبدأ بخيطي من هنا
هدخل هنا. اوكي، وارتفع نفس الارتفاعات او عدد الاسطر بنفس الطريقة من هنا لهنا. انا دخلت، خدي بالك، في نفس المكان اهو. اوكي، هكمل الظهر ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده انا اشتغلت الجنب التاني زي ما اتفقنا، ده زي ده بالظبط. انا كده في السطر التاسع. السطر التاسع هنا بدايته مش منزلقة زي ما عملت هنا، يعني اختلفت، فعشان كده رجعتلك فيه. فبدايته هتكون هي الجزء اللي هو بتاع الحمالة. تمام، يعني 1 2 3 4 5 هدخل جوه اشتغل الصدفة كده. بعد كده ال3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده الصدفة، وخلاص على كده هعمل اول الصدفة اهي، 1 2. يبقى اللي باقي كده انا عملت الحمالة او الجزء بتاع البعد. الباقي هو اللي هشتغله منزلقة. تمام، فانا هعمل ايه؟ هدخل جوه دي منزلقة وانزل تحتيها او جنبها هنا منزلقة. تمام، عشان ما انزلش بيها مرة واحدة. وبعدين ببدأ ادخل على كل سلسلة هتقابلني اهو منزلقة لحد نهاية السطر، حتى جوه هنا. تمام تمام للنهاية اهو. اخر حاجة اهي، واقص او اقطع الفتلة بتاعتي اهو. تمام اهو، بقى عندي الجزئين اهو. خلاص كده، يبقى انا كده خلصت الظهر وادي الامام. عايزه اعدل لكم بس الشغل عشان مقلوب اهو. ادي الظهر مفتوح عشان احنا قلنا هنحط زراير فيه، وادي الجزئيه دي اهي. تمام، طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هشيل كل الخيوط دي قبل ما المفروض اخيط الجزئين دول ببعض او اشبكهم. فانا عايزه بس اتخلص من الخيوط الكتير دي عشان يبقى شغلي برضو حلو ونضيف كده. هبدأ ادخل الخيوط دي جوه الشغل كده، زي ما تعودنا قبل كده ان دايما لما بتيجي تقصي خيوط ما بتقصهاش مباشر على طول، عشان ممكن لو قصيتيها مباشر تبقى مش مربوطة كويس وبعد كده تبوظ كل الشغل. فدخلت بيها شوية كده كده اقدر اقصه انا ايه مرتاحة، يبقى ربطنا وكمان دخلنا. تمام، هعمل كده في كل الفتل او الخيوط الزيادة بتاعتي وارجع لك يبقى شغلي نضيف عشان نشوف هنعمل ايه. انا نظفت كل الخيوط الزيادة قبل ما اخيط. عايزة اوصل الجزء ده بالجزء اللي وراه، فلازم اقلب الشغل، يعني الشغل يبقى على قلبته. فانا هعمل كده. تمام ماشي، واظبط بقى الاجزاء دي. انا عايزه كل اللي انا هعمله الجزء ده مع ده بس كده. تمام اهو.
فحطيتهم على بعض، ومعايا الابرة بتاعة التنظيف اللي هي دي بنفس طبعا اللون، وهبدأ اخد جزء مع جزء. تمام. انا بحب، في ناس بتوصل الجزئين دول بغرزة منزلقة او حشو. عموما انا بحب الخياطة، عشان الخياطة بتكون يعني مش بتكلكع زي غرزة الحشو او اي حاجة هتعمليها تاني. يعني بحب يبقى حتى الشغل كده. بصي لو هتبصي للجزء اللي قفلته معاكي هتحسيه طري وخفيف. لو عاملة الجزء ده بالإبرة حلو تمام، ما فيهوش مشكلة، بس هي أذواق وكل واحد بيشتغل بطريقته. تمام. فأنا بحب الطريقة دي قوي، إن أنا أوصل الجزئين. وخدي بالك أنا باخد لوب مع لوب، مش باخد الجزء كامل. هقرب لك، يعني باخد لوب داخلي فقط اهو، وهوريكي مرة تاني عشان برضو يبقى الجزء مش مكلكع. بصي قرب تاني، باخد اهو مع اللي قصاده كده. تمام. بحيث تكون الخياطة زي ما انت شايفة كده خفيفة ومش مكلكعة، وشكلها كمان حلو اهو. تمام. انا هرجع تاني كده عشان عايزة الجزئية دي اخدها كده، اخد واحدة كده. بصي مش عايزة الفراغات دي، يعني بصي شايفة الجزء ده مش صح، الجزء ده صح. تمام. فانا هعيد عليها كده كده امان لشغلي. هرجع اهو. تمام. تاني نفس اللي انا خيطته برجع بيه. تمام اهو، كأني بدوس عليه او بمشي عليه دور تاني. تمام اهو اهو لحد ما هوصل للجزئية التانية. يبقى خلاص. تمام. فين الجزء ده اهو. اوكي وصلنا. ادي اخر او اول واحدة عملتها هنا. تمام. عايزة بقى الجزء ده زي ما قلتلك اقوم اخليه خط مستقيم، فهاخد الحرف مع الحرف قوي كده. بصي واقوم اخداهم ممكن مرة تاني وخلاص كده. يبقى انا قفلت اهو الجزئية بتاعت حمالة الفستان بطريقة لطيفة. هدخل الخيوط جواها كده عشان هقص. خلاص هدخل الإبرة كده خلاص بدون أي عقد، وهقص الفتلة بتاعتي خلاص. وهعمل كده في الجزء التاني وارجع يبقى الفستان اتقفل معايا. كده قفلت الأجزاء بتاعة الأكتاف خلاص. تمام. وهعدل معاكي الفستان، وهنبدأ في الحرف اللي من تحت ديل الفستان اهو. ده كده من قدام. تمام. والظهر اهو خلاص. طيب هعمل ايه بقى؟ الحرف من هنا. تمام. عايزة اعمل الجزء ده، عايزة اعمل الجزء ده. تمام. عايزة اعمل الجزء الاخير اللي هو في الديل من هنا. فهبدأ اعمل ايه بقى؟ هبدأ من الجنب، يعني هبدأ من هنا او من ورا. المهم ان انا هدخل في الاربعة دول في المنتصف كده. تمام. وابدأ
اسحب الفتلة بتاعتي واشتغل 3 عمود بلفة في مكان واحد. بدخل هنا ما بين ال4 دول واسحب وارتفع 1 2 3 ارتفاع سلسلة، وده هعتبره عمود. تمام. وبعدين هدخل في نفس المكان عمود بلفة وعمود بلفة تاني. تمام كده. بعد كده بعمل ايه؟ ارتفاع 1 2 3 وادخل في الجزء ده حشو، وبعدين 1 2 3 وادخل هنا 3 عمود بلفة، 1 2 3 وارتفاع 1 2 3 وادخل هنا حشو. هكمل باقي السطر لحد ما اجي اقفل معاكي الشغل هنا. كده كملت السطر لحد النهاية ورجعنا عشان نقفله مع بعض. هقفله في اول عمود بمنزلقة كده، وابدأ ارتفع 1 2 3 وهبدأ ال3 دول اعمل لهم تزايد، يعني 2 في مكان واحد هنا، وبعدين اشتغل عمود هنا، والعمود الاخير هعمل برضو فوقيه تزايد يعني 2. يعني ال3 عمود بلفة اللي اشتغلتهم خليتهم دلوقتي 5. تمام. وبعدين هرتفع 1 2 3 وادخل هنا برضو اعمل تزايد، يعني هعمل حشو، بدل 1 هعمل 2 كده، وبعدين هكرر 1 2 3 وابدأ ال3 دول اخليهم 5. هدخل هنا 2 عمود بلفة فوق العمود ده كده، واللي وراه عمود بلفة، وده 2 فوقيه، يبقى خليتهم 5 اهو. 1 2 3 ارتفاع سلسلة. هدخل هنا حشو 1 حشو 2. هكمل باقي السطر ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر وهقفله معاكي في اول عمود بمنزلقة. هبدأ اعمل السطر الاخير تمام من الجزء ده، يعني ده اخر سطر هعمله معاكي في الحرف. ارتفاع 1 2 3 وهبدأ اشتغل تزايد، فانا عايزة ال5 دول يبقوا 6. تمام. فهدخل في نفس المكان كده 2 3. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ ارتفاع 1 2
وبعدين أبدأ أفوت دي وأشتغل 1 2 3. يبقى أنا عملت تزايد وقسمت ال5 بالشكل ده. تمام. بعد كده 1 2 3 هدخل هنا حشو 1 بس. تمام. وبعد كده 1 2 3 وهعمل تزايد في أول عمود. أدي 1 2 الفتلة اتعقدت. 1 2 3 هعمل تزايد في أول عمود، يعني عمودين في مكان واحد أهو. وبعدين كده عملت 3. بعدين ارتفاع 1 2 أفوت اللي في المنتصف وأروح أعمل هنا عمود، وفي الأخير أو العمود الأخير عمودين. تمام. وهكذا لحد نهاية السطر. ارتفاع 1 2 3 هدخل هنا حشو، وارتفاع 1 2 3 وأكمل الشغل بنفس الطريقة وأرجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت السطر. تمام. وهقفله وهعمل سطر أخير باللون الأبيض. هدخل لون الأبيض. تمام. هيكون زي حلية كده، شكل حلو. تمام. زي كده اهو. اهو. تمام. هبدأ أدخل اللون أسحب اللون بتاعي وأبدأ أرتفع 1 2 3. تمام. وهبدأ أشتغل فوق كل عمود، يعني هنا ولا يكون فيه تزايد ولا أي حاجة. تمام. اشتغلت 3 عمود بلفة. تمام. هدخل في الفراغ ده هشتغل جواه 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهشتغل فوق كل عمود من دول عمود تاني. 1 2 3. تمام. وبعدين هشتغل في الفراغات دي حشو يعني 1 2 مفروض 3 والناحية التانية 1 2 3. تمام. لفة على الإبرة وأبدأ أشتغل عمود بلفة
عمود بلفة، عمود بلفة، يبقى التلاتة عمود بلفة. وهنا في الفراغ هدخل تلاتة، نفس الكلام. انا كده هكرر، دخلت تلاتة في مكان واحد وهكذا. تمام، يبقى ده شغلي في السطر الاخير. تمام، وهرجع لك عشان هنا حشو، هنا تلاتة حشو برضو، 2 3، وهنا 3 حشو، 1 2 3. هكمل باقي السطر ونرجع نشوف هنكمل ازاي. كده خلصت السطر اللي هو باللون الابيض، حرف الفستان خلاص من تحت الديل. وهعمل هبروز الاجزاء دي، الجزئين دول والرقبة زي كده. تمام، هبدأ معاكي باللون برضو الابيض. تمام، وهبدأ من تحت الباط من هنا. تمام، العلامات دي خلاص انا مش محتاجاها تاني. هبدأ اشتغل، اسحب الخيط بتاعي واشتغل. اشتغلت هنا واحدة حشو، هدخل في نفس المكان واحدة كمان، وابدأ اشتغل فوق كل سلسلة او عمود بلفة حشو، ما عدا الاماكن الواسعة. يعني بصي الجزء ده انا بدأت من تحت الباط. تمام اهو، في الجزء الواسع ده هدخل 1 2. سامحوني على الصوت لاني بردانة، سامحوني. تمام، واللي وراه 2، لان المكان واسع فمش هتستوعب غرزة حشو واحدة، هتشد الشغل، فبدخل 2 في الواسع. تمام، 1 2 وهكذا. تمام، طبعا انا عندي الجزء كله اهو، هدخل 2 في كل مكان لحد ما اوصل للجزء التاني اللي هو المقابل للجزء اللي بدأته اهو. يعني انا همشي كل ده 2 في مكان واحد لحد ما اوصل هنا، هشتغل في كل مكان غرزة حشو واحدة. اوكي، هكمل وارجع لكم. اشتغلت كده فتحة الجيرو كلها، فتحة الباط. تمام، وصلت اهو، هدخل هنا 1 حشو واللي وراها زيها، وهكذا اهو اخر واحدة، وهقفل السطر بتاعي منزلق، ارتفاع سلسلة، وهقص الخيط بتاعي، وهعمل كده في اهو الشكل اهو. تمام، هعمل كده في الرقبة. تمام، طبعا هدخل في الرقبة فوق كل سلسلة سلسلة، ما عدا الجزء الواسع ده هدخل مرتين حشو. تمام، وهعمل
الناحية التانية زي دي بالظبط، ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. انا هبدأ فتحة الصدر، تمام، دي او فتحة الرقبة من هنا، دي بداية السطر بتاعي، وهقفل او نهاية السطر هتكون هنا، مش هاخد معايا الجزئية دي، تمام، عشان دي هتكبر الشغل وهتبقى مش لذيذة وانا بحط زراير، اتفقنا؟ فانا هبدأ من هنا وانتهي هنا، وهو سطر واحد زي ده بالظبط، وارجع لكم.